لو انت بقى في مطار الدوحة في قطر وعايز تريح لك كده ساعة ولا ساعتين ومعاك ماستر كارد او فيزا كارد، في عندهم اللاونج اسمه فلاي اند سليب. في اللاونج ده تقدر ان انت تخش ليك 3 ساعات، تقدر انك انت تنام، مفيش اكل ولا شرب، هو بس مجرد نوم. تعالى اوريك بقى المكان عامل ازاي. هو المكان من بره كده تمام. بعد كده تخش هنا تحط الشنطة بتاعتك، بعد كده عندنا المخدة وعندنا الكافيرتا هنا اهو، تشحن الموبايل عايز تقعد تمام. وبعدين في هنا بقى لو انت بص كده السرير نفسه، يعني الكرسي بيتقلب سرير، تفضل دايس كده. فانت عندك هنا وضعية كل حاجة، يعني هنا ده لو عايز تخليه سرير يعني مستوي، وهنا لو عايز تخليه كرسي، وهنا لو عايز تخليه ميل كده بالطريقة دي، وهكذا. شايف بكل زرار على حسب انت عايز ايه. وهنا تتحكم في درجة التكييف، وهنا لو عايز تعلق حاجة، وادي الشاحن، وادي هنا برضه لو عايز تعلق حاجة، وادي الشفاط طبعا ممنوع التدخين او الفيب. وهنا لو عايز تحط حاجتك. هنا ده ايه ده؟ مش عارف، حاجة ملهاش اي لازمة. وهنا ايه ده؟ برضه حاجة ملهاش لازمة كمان، بس مفيش حاجة تاني. المفتاح ده تقلل الإضاءة، تعلي الإضاءة، بس ممكن تطفي خالص من المفتاح ده. بس فردت اهو بقى سرير. الحقيقة ان انا عندي بس تقريبا ساعة ونص او ساعتين بس اللي باقيين على الطيارة. انا بس حبيت اخش علشان اجربه، انا مجربتوش قبل كده. لكن يا دوبك يعني نص ساعة وهخرج، هريح بس ظهري. انا اول مرة بس اجربه، فقلت اجربه واوريكم المكان عامل ازاي. المكان يا جماعة جميل جدا، الأوضة يا دوبك يعني تكفي شخص كويس جدا، تنام 100 100. الأوضة واسعة هنا اهو، وعايز تسند، عايز تحط لابتوب ولا حاجة، ف جميلة ولطيفة وتقضي الغرض الساعتين، يعني مريحة جدا جدا. ومش سامع اي حد ورا، يعني مش سامع اي حد بره نهائي، يعني جميلة جدا 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 يعني. فلو انتوا عندكم ترانزيت في مطار الدوحة ومعاكم كريدت كارد او ماستر كارد او فيزا كارد، بتربطها بس على اللاونج كي. لو انت الفيزا بتاعتك بتقدر تدعم الكلام ده، تقدر انت تدخل تاخد 3 ساعات. المكان يا جماعة اسمه سليب اند فلاي، ده اسم المكان سليب اند فلاي.